صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم. هتكلم معاكم النهارده في حاجه مهمه جدا، وهي ازاي تعرفي ان الانسانه اللي قدامك دي بتغير منك وان هي بتحقد عليكي. في 3 حاجات و3 علامات لو لقيتيهم موجودين في شخصيتها، موجودين في تصرفاتها معاكي، تتاكدي ان الانسانه دي بتغير منك جدا جدا جدا. ايه هي ال3 حاجات دي؟ اول حاجه هتلاقيها دايما بتنقدك نقد سلبي، نقد هدام، نقد مفهوش اي حاجه كويسه، بتنقدك عشان تملكي طاقه سلبيه. في ناس بتنقد الواحد او بتقول له، بتلفت نظره لحاجه في تصرف غلط بيعملها، بيكون قصدهم خير، بيكون قصدها ان تنصحك، انك تعدلي من نفسك وتبقي احسن. واظن ده انت هتعرفي الفرق بينهم كويس جدا جدا. لكن الانسانه اللي تفضل تنقدك او تنقدك نقد على طول على طول على طول، ونقد بتريقه، عارفين النقد اللي بيطلع كده كانها بتتريق عليك او عليكي، هو ده النقد اللي بيدل على ان دي الانسانه دي غيرانه منك جدا، وغيرانه من نجاحك جدا، وغيرانه من شطارتك جدا. فتلاقيها دايما النقد بتاعها نقد سلبي، نقد ملوش اي لازمه. ممكن تكون اصلا دايما تقولك على حاجات مش عاجباها في تصرفاتك وفي شخصيتك وفي الحاجات اللي انت بتعمليها. اصلا تقعد ايه اللي انت عامله ده، ايه اللي انت بتقوليه ده، اصلا هو انت ليه عامله بيتك كده، هو انت ليه ايه ده. ممكن تدخل بيتك تلاقي في حاجه جميله جدا عاجباها قوي قوي قوي، تقولش انها عاجباها، تدور على الحاجه الجميله دي ايه اللي في وسطها مش كويس، وتروح قايله لك عليها. يعني مثلا ايه ده اللي انت فرشه السجاده، اللون ده على فكره مش ماشيه خالص مع الطقم. ممكن تنقدك في شخصيتك وفي طريقه كلامك. ايه ده، ايه الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي، ايه ده الاكل اللي انت عاملاه ده. نقد في اي حاجه، ونقد سلبي مش نقد ايجابي، لان لو نقد ايجابي هتقوله بطريقه كويسه وانت هتحسي ان النقد ده علشان مصلحتك وعشان تغيري من نفسك الاحسن. لكن اللي بيغير منك او اللي بتغير منك دايما بتنقدك نقد سلبي، ونقد فيه غيظ، ونقد فيه تريقه، جزء من الايه، جزء من التريقه. ايه تاني؟ عندنا في لغه اسمها لغه الجسد. طبعا كلنا عارفين ان عندنا لغه الجسد، ملامحي ووشي وايديا بيعبروا عن انا بقول ايه. فلو لقيتي الانسانه اللي قدامك دي بتعمل حركه، لو سمعت عنك خبر مش كويس، سمعت عنك خبر مش كويس، حاجة محزنة، نتيجة لولادك مش كويسة، حاجة حصلت لك مش كويسة، تلاقي عملت ازاي. ركزوا معايا في الحتة دي بس قبل ما اعمل لكم الحركة. اللي مش مشترك في القناة بقى يشترك بسرعة كده، واللي بيشوفني لأول مرة، أنا حسناء صادق، أهلا بيكم في بيتنا الصغير. إن شاء الله يكبر 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 بينا كلنا إن شاء الله، في جروب ستات بيوت قدها وقدود، إن شاء الله نبقى مع بعض العمر كله بإذن الله. واللي بيشوفني كتير يعمل لي لايك، ما ينساش اللايك في الفيديو يا جماعة. ايه لغه بقى الجسد دي؟ ان اول ما يسمعوا خبر مش كويس عنك هتلاقيها عملت كده. اول ما اللي قدامك تلاقيها لعبت في حواجبها كده، تعرفي وتتاكدي ان دي غيرانه منك. عارفه اما حد يسمع خبر واحنا قاعدين كده، او مثلا قالت تقولها معلومه عنك وحاجه مش كويسه ليكي، يا خبر ابيض، هتلاقيها عملت كده. اول ما هتعمل كده اعرفي وتأكدي على طول ان ده حد غيران منك وشمتان فيكي وفرحان ان الحاجة الوحشة دي لا قدر الله حصلت لك. مش عارفة الموبايل في ايه كده، الدنيا تمام. المهم تمام، يبقى دي لغه الايه، الجسد، ان هي متضايقه. تالت حاجه ايه بقى؟ احنا كده قلنا حاجتين. تالت حاجه هي ايه؟ تالت حاجه ان دايما الشخصيه دي بتعمل حاجه تضايقك، تشوف الحاجه اللي بتضايقك وتكون عارفه ان الحاجه دي بتضايقك وبتزعلك وتروح عاملاها. تخيلوا انتوا بقى، يعني عارفه ان الحاجه دي بتضايقك، تقصد ان هي تعملها وتستفزك بيها. ودي من علامات الغيرة الشديدة جدا للستات مع بعض او الرجالة مع بعض، في الشغل، في البيت، في العيلة، في اي مكان، ان هي تعرف انت ايه اللي بيضايقك وتروح عامله، تلاقيها مركزة قوي على اللي بيضايقك وتعمله. زي اي حاجة بقى، بتحبيش تحطي الحاجة بالطريقة دي، تروح حطاها هي بالطريقة دي. ما بتحبيش مثلا اسم دلع معين او كلمة معينة بتتقالك، تلاقي عايزة تقولها لك، بتقولك وتناديكي بيها علشان تضايقك. تعرف ان انت مثلا مع اولادك بتتضايقي لو حد ندى لابنك بالاسم الفلاني. في اسماء دلع كده او اسماء للولاد بتكون طالعه عليهم،
يعني الولاد يكون ليهم اسم عادي، لكن الولاد في المنطقه بتاعته او في العيله او كده مطلعين عليه اسم. فانت هي عارفه ان انت الاسم ده بيزعلك قوي، عشان انت مش عايزه ابنك لما يكبر الناس تناديه بكده او خلاص يبقى ده يثبت عنده الاسم ده. هتلاقيها عماله تردد في الاسم ده قدامك كذا مره، تعالى يا فلان روح يا فلان، تعالى يا فلان روح يا فلان، بالاسم اللي انت مش حباه. لو في الشغل وعارفه ان انت مثلا بتتضايقي، مثلا لو اتكلموا في حاجه معينه او اتكلموا في شغلك بطريقه معينه، تتكلم بالطريقه دي وتعمل الحاجه دي. المهم هي بتدور على الحاجه اللي بتضايقك واللي بتستفزك وهتلاقيها بتعملها. انا مش عارفه الموبايل فيه علامه غريبه، انا عايزه اشيلها علشان ايه، ما حاسه ان الاضاءه بتتغير معايا. المهم ايه كده كويس. تمام يا حلوين. هم دول الثلاث حاجات اللي انت لو انت اللي قدامك حاسه وشاكه تقولي دي بتغير مني، انا ظلمها ولا مش ظلمها، دوري على الثلاث حاجات دول. لو لقيتي الثلاث حاجات دول تعرفي ان انت صح وتعرفي ان انت على حق. طب اتعامل ازاي؟ اتعاملي بالتجاهل التام. تبقي انت شاطره ومية مية لو انت اللي غصتيها وانت اللي تجاهلتيها وحسستيها ان هي هوا ولا مأثر فيكي، كده بقى هتغير اكتر وهتموت اكتر يعني. لكن انك تديها اهتمام او تزعلي او تبيني ان انت زعلتي، كده انت بتفرحيها. لو مثلا قمتي وسبتي المكان وما كملتيش القعده بتاعتك، يبقى انت بتفرحيها وخلتيها انتصرت عليكي. لكن التجاهل والضحكه بابتسامه وانك تغيري الموضوع ولا كانك سامعه ولا كانك اي حاجه، وتتجاهليها ان انت ايه، تتجاهليها ازاي؟ ما توجهي لهاش كلام، بتتكلم ما تسمعي لهاش، بس من غير ما تحسسيها ان انت متضايقه، ان انت ابتسامتك على وشك عادي خالص، بتتكلمي مع بقيه الناس اللي موجودين في المكان عادي خالص خالص، وهي كانها هوا، كانها مش موجوده. التجاهل ثم التجاهل ثم التجاهل. التجاهل ده اجمل اسلوب للعقاب، اجمل وانجح واسهل اسلوب تعاقبي بيه الشخص اللي قدامك اللي مش عاجبك، ان انت تتجاهليه تماما، ولا بتأثري فيا ولا انت في دماغي اساسا، بالسلامه والقلب داعيلك زي ما بيقولوا. لكن انك تبين لها ان انت اتأثرتي او اتضايقتي، هو ده الغلط. هو ده انت كده هي انتصرت عليكي وبينت لك ان هي كده عملت اللي هي عايزاه معاكي. خليكي ذكيه في التعامل، اوعي حد يعكر مزاجك، اوعي حد يغير مودك. اللي بيغير منك يبقى هو كده غيران عشان انت كويسه، غيران منك عشان انت ناجحه. حطي في نفسك كده دايما، ما هي لو انا مش كويسه هي ما كانتش غيرت مني، انا لو مش احسن منها عمرها ما كانت هتغير مني، هي بتغير مني عشان انا احسن منها. فخليكي دايما انت الاحسن، وخليكي دايما دايما بتستخدمي الذوق والاحترام في كل تعاملاتك. الذوق والاحترام، التجنب والتجاهل ذوق واحترام. انا ما عملتلكيش حاجه، ولا بصيت لك بصه وحشه، ولا رديت على كلامك، ولا اوحت معاك، ولا انت بتقولي معايا كده ليه، ولا بتعملي معايا كده ليه، ولا وصلت الجدال، لان هي عايزه كده، هي بتستفزك علشان تبداوا تخشوا في جدال وتبداوا تخشوا في كلام، وهتطلع هي منها زي الشعره من العجينه، وانت اللي في الاخر هتبقي غلطانه. فالتجاهل فن، التجاهل علاج لكل المشاكل دي. حاولوا دايما تتجاهلوا اللي بيضايقكم، وتاخدوا بالكم من الثلاث علامات دي. لو شك في اي حد او لو شاكك في اي حد ان هو بيغير منك او بيغير منك، هتلاقوا الثلاث علامات دول موجودين فيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم. باي باي.